بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه شوكولاته بجد تحفه بمكونات بسيطه خالص. هنعمل الكيكه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، هنعملها مع بعض ببيضتين اتنين بس، ومش هنحط بقى ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه، وبجد هتطلع النتيجه كيكه هشه وطريه وطعمها بقى حكايه. والتزيين بتاعها بسيط، وعايزه اقول لكم الصوص ده كمان مش هنحط عليه اي حاجه. شايفين اللمعه اللي فيه دي؟ ما فيهاش بقى زبده ولا فيه كوبايه زيت بقى والحاجات الكتير دي، مفيش الكلام ده خالص. هنعملها مع بعض الكيكه دي دلوقتي بالميه، هتشوفوها. بصوا بقى قد ايه بقى هشه وطريه، وبجد طعمها زي يعني زي كده جاتوه مثلا، زي ما تكوني بتاكلي كده قطعه جاتوه حلوه قوي. بصوا بقى ما فيهاش اي فراغات كمان. شايفين الطراوه بقى اللي في الكيك بتاعنا؟ تحفه بجد، لازم تجربوها. يا ريت لو عجبتكم الوصفه وهتكملوها معايا، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. ان شاء الله لما تشوفوا الوصفه دي على طول هتجربوها، لان متاكده ان مكوناتها موجوده عندكم في البيت. هما بيضتين اتنين بس، وهنعمل بقى صينيه الكيكه القمر دي. شايفين بقى الجمال؟ بتخلص على طول على فكره، اول ما تخلصيها كده هتلاقيها خلصت على طول. ومعانا بقى شويه كده من صوص الشوكولاته الحلو قوي ده برضو، كميه حلوه خالص. وعايزه اقول لك كل حاجه كده النهارده بالميه، مفيش ولا لبن ولا زبادي ولا زبده ولا سمنه، سهله خالص. شايفين الجمال؟ مش اصلا مش هتبطلي تاكلي منها يعني. حلوه قوي ومكوناتها بسيطه، وان شاء الله تعجبك وتجربيها على طول. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونشوف مكونات الوصفه بتاعتنا ايه النهارده. عندي كوبايه من الميه السخنه، هنزل عليها بكوبايه من السكر، وعليها بنص كوبايه من الزيت. هقلب بقى الميه مع السكر كده مع الزيت كويس قوي بالمضرب كده. بصوا، من غير خلاط كمان ومن غير مضرب كهرباء، بالمضرب العادي خالص. وهنزل بقى عليهم ببيضتين وعليهم معلقه كبيره من الخل. الوصفه دي حلوه قوي، هتطلع معاكي كيكه مظبوطه وبجد هشه وطريه وناجحه 100% يعني. المهم بقى افضلي قلبي كده. وبعدين معايا كيسين كده من الفانيليا. بصوا المكونات سهله ازاي. عايزه تستبدلي الميه باللبن براحتك خالص يعني. رشه كده صغيره من الملح. وبعدين عندي كوبايتين من الدقيق، اهم حاجه طبعا ننخلهم كويس. كده حطينا كوبايه، وبعدين عندي كمان كوبايه. تمام كده. بعدين بقى عندي نص كوبايه من الكاكاو الخام. اهم حاجه برضو في نجاح الكيك بتاعك ان انت تدخلي الكاكاو كويس قوي، لان لو ما نخدتيش الكاكاو هيعمل معاكي كده فراغات جوه الكيكه، والنتيجه مش هتبقى حلوه خالص. بعدين عندي كمان كيس من الكيك شيف. وهنقلب بقى الكيكه الحلوه بتاعتنا دي، او خليط الكيكه الحلوه اللي احنا عاملينه دوت. الكيكه دي بقى لاي حد بيحب كيكه الشوكولاته بجد هتبقى ادمان عندكم بعد كده. اهم حاجه بقى نفضل نقلب كده في اتجاه واحد، زي ما قلت لكم، ولا احتاجنا خلاط ولا اي حاجه، هتطلع معاكي كيكه تحفه بجد. جبنا كده اللي في الجوانب بتاعه الطبق عشان نتاكد ان مفيش اي دقيق بقى متركن كده ولا كده. تمام. تقليب هنا كويس قوي كده، لازم تقلبي والقوام المظبوط بتاع الكيكه زي ما انتوا شايفينه كده اهو. جبت بقى صينيه وبطنتها بسمنه ودقيق، وهننزل بقى بالخليط بتاع الشوكولاته بتاعنا، بتاع الكيكه الشوكولاته بتاعتنا. هننزل بقى بكل المكونات، مش هنسيب منه بقى حاجه خالص. تمام. وهندخلها بقى الفرن، في نص الفرن كده على درجه حراره عاليه او متوسطه شويه. تعالوا بقى نجهز الصوص. معانا كوبايتين من الميه، حطيت عليهم نص كوبايه من السكر، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الكاكاو. وهنقلب بقى الصوص ده كويس قوي كده على البارد. تاكدي كده ان الكاكاو بتاعك والنشا داب كويس قوي جوه الميه. هنا برضو لو عايزه تستبدلي الميه باللبن اعمليها برضو، هتبقى حلوه قوي. بس لو عايزه تاكلي كيكه وما عندكيش لبن وما عندكيش زبادي، اعملي كده الكيكه اللي احنا بنعملها دي. بعدين ارفعيهم بقى على النار كده، ما بتاخدش معاكي دقايق وهتبقى هتتقل كده على طول. حطيت بقى هنا قطعه كده صغيره من الشوكولاته. بصوا بقى هنعمل حاجه حلوه قوي. بصوا هو بيتقل كده والشوكولاته هتسيح معاكي. معايا معلقه واحده بس صغيره من الزيت، معلقه واحده صغيره اللي هي بتاعت اللي بنقلب بيها الشاي والكلام دوت، المعلقه الصغيره. ممكن تحطي كمان معلقه كبيره لو حابه. بصوا بقى اللمعه اللي في الصوص بتاع الشوكولاته بتاعنا،
هيديها لمعه حلوه قوي. سيبي بقى يبرد وسيبي الكيكه بتاعتك بعد ما تطلع من الفرن كده. آه هنخرمها بس كده شويه عشان تشرب معانا الصوص اللي احنا عاملينه، وهنسيبها تبرد خالص في الصينيه، مش هنقلبها دلوقتي. تمام كده. حاولت بس ان انا يعني افرغ حوالين منها عشان تطلع معايا بسهوله، بس المهم ان انت تسيبيها تبرد خالص. بصوا بقى قد ايه طريه وحلوه قوي. اقلبيها بقى كده، وبعد كده ممكن ما تقلبيهاش على فكره وتحطيها في صينيه زي ما هي وتزينيها زي ما تحبي خالص. بعدين بقى جبنا الصوص بتاع الشوكولاته بتاعنا، شايفين بقى لما برد تقيل ازاي؟ شايفين الجمال بقى واللمعه بتاعه الصوص بتاعنا؟ زي ما قلت لكم، ولا نص كوبايه زيت ولا زبده ولا اي حاجه خالص، هي معلقه واحده صغيره من الزيت اديتنا اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. زي ما قلت لك تقدري ما تطلعيهاش خالص من الصينيه، وانا كتير بعملها كده على فكره. وزينيها على طول، حطي كده عليها صوص الشوكولاته وما تحطيش حاجه خالص لو حابه. ممكن بقى تعملي كده لو حابه بقى تقدميها جايلك ضيوف ولا حاجه، اعمليها بالشكل اللي انا بعمله ده، بسيطه خالص وما بتاخدش معاكي اي وقت. بشر شوكولاته كده ونوريكم بنبشره ازاي. شكله حلو قوي. هتلاقوا بقى الصوص نازل كده على الجناب بتاعه الكيكه، والنتيجه اصلا حكايه. بصوا بقى الطراوه واحنا بنقطعها عامله ازاي، ولا في لبن ولا زبادي ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه، بالميه كده ومكونات بسيطه خالص هنعمل الكيكه الحلوه دي. انا عايزه اقول لكم هو جاتوه اصلا مش طعم كيكه خالص يعني. شايفين بقى الجمال؟ طريه قد ايه، مش هتاخد معاكي زي ما قلت لك 10 دقايق في تحضيرها. وطبعا وقت التسويه بتاعتها، واول ما بتطلع من الفرن كده تسيبيها تبرد، وابتدي بقى زينيها على طول وهتطلع معاكي طريه تحفه كده. خدي بقى من الصوص كده اللي وقع معاكي جوه جوه الكيكه، اللي نزل جوه الكيكه كده، وكلي بقى. طبعا كميه الصوص كانت كويسه قوي، انا شربت منها حوالي كوبايه كده صغيره، هتشوفوها معايا. بصوا الجمال. بصوا الطراوه بقى بتاعت الكيكه، وزي ما انتم شايفين ولا بتتفرول ولا بتتكسر ولا اي حاجه. بس عشان تتجنبي ان هي ما تتكسرش منك زي اي كيكه عاديه، سيبيها تبرد خالص. شايفين بقى جمال الكيكه بتاعتنا؟ زي ما قلت لك مش هتعرفي تبطلي تاكلي منها. واللمعه بقى اللي في الصوص الجميله ديت. دي كوبايه صوص شوكولاته كده، كل ما تخلص تحطي بقى، كل ما تخلصي الصوص اللي على الوش زودي كده زي ما انت عايزه. بجد تحفه وطعمها حلو قوي. متاكده لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقه دي بعد كده. شايفين الجمال؟ تتقطع هي حلوه قوي. بصوا زي ما قلت لكم بتخلص على طول والله. بس ما شاء الله يعني، اول ما تخلصيها مش هتبقى موجوده اصلا، بس المهم تسيبيها تبرد عشان تستمتعي كده بطعمها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وبس كده، شكرا ليكم.